اهلا بيكم واحنا مع بداية اليوم وفي الصباح بدري. دي المنطقة اللي فيها الكافيهات اللي ممكن الزوار لمدينة رسول الله يقدروا يقعدوا ياخدوا فيها اي مشروبات. والمنطقة دي في مسجد ذي القبلتين. مسجد ذي القبلتين قريب جدا من منطقة سلطانة، وهي من المناطق المعروفة طبعا في المدينة المنورة. هنمشي على الريد كاربت ونتجه زي ما حضراتكم شايفين إلى مسجد ذي القبلتين. مسجد ذي القبلتين طبعا حكايته معروفة، إن كان الصحابة بيصلوا فيه العصر، ولما نزل أمر ربنا بتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى الكعبة المشرفة، وهم بيصلوا لما جالهم الخبر وعرفوا تحولوا إلى باتجاههم في الصلاة إلى الكعبة المشرفة. لازلنا في جولة مع مسجد ذي القبلتين. طبعا الكوبري اللي احنا تحتيه دون هو بس عشان الناس تطلع للساحة فوق وتعدي الناحية التانية، لأن المسجد الناحية التانية. يعني المنطقة اللي احنا كنا فيها دي هي منطقة للكافيهات والساحة بتاعت العالم، لكن ممكن تطلع من هنا، بس هو الباب دلوقتي الصبح مسكر، المفتوح الباب اللي الناحية التانية. لكن تحت هنا دي زي ما احنا شايفين هو كوبري، بس الكوبري من فوق معمول ساحة للمسجد. هنطلع ونشوفه دلوقتي مع بعض. ده مركز موجود للعناية بالأطفال. لو معك أطفال على ما تصلي وتزور ممكن يبقى الأطفال هنا، وبعد كده ترجع تستلم الأطفال. يعني جزاهم الله الحقيقة، بيسهلوا الدنيا للزوار بأقصى درجة متاحة. يعني هنطلع دلوقتي السلالم عشان نطلع على الكوبري زي ما اتفقنا، عشان نطلع بقى للساحة اللي بتدخلنا على المسجد ذي القبلتين. ودخلنا من البوابة. في سلالم عادية وفي سلالم كهرباء وفي مصعد كهربائي. احنا هناخد السلالم الكهرباء ونطلع. خلاص احنا كده خلصنا السلالم المتحركة ودخلنا الى الساحة العلوية لمسجد ذي القبلتين. دي طبعا منطقة الكافيتريات اللي كنا عندها دلوقتي. وزي ما اتفقنا احنا نعتبر فوق الكوبري اللي احنا وريناه لكم، اللي هو معمول عشان يكون ساحة للزوار ويقدروا يدخلوا منه الى مسجد ذي القبلتين. يلا نكمل الجولة مع بعض. احنا كده عشان نقدر ندخل بقى المسجد، فاحنا
بعد ما طلعنا الساحة العلوية من الناحية التانية وعدينا الكوبري هننزل، لأن دخول الرجال من الناحية دي. आ जाओ उड़ा आ जाओ फुल बॉक्स